الله سبحانه عنده عوض عن كل فائت. ما تخسره بسبب المصيبة والبلاء في الدنيا عوضه وأجره يوم القيامة عظيم لا يقدر بثمن. أصلا حين ترى الأجر بسبب صبرك على المصيبة يوم القيامة تتمنى أن المصيبة هذه وقع منها 1000 لعظيم الجزاء يوم القيامة. قل الحمد لله، قل الحمد لله على كل حال، قل يا ربي تيسرت أو تعسرت فقط رضني بما قدرت وقضيت. سؤال بسيط، ما الفائدة أن تعيش بحزن ويأس لن تظفر بشيء؟ لا، عش بأمل يسر خاطرك ويشرح صدرك خير لك من أن تعيش على اليأس. الله يفرج عنا وعنكم ويسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناتي. اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا اي فيديو انا بنزله. والناس المشتركه اول ما تفتح الفيديو ما تنسوش اللايك. النهارده بقى احنا اللي عملنا المكرونه حلوه مش حادقه. النهارده هعمل مكرونه بالسكر، مش هعملها بالصلصه ولا بالبشاميل، لا هعملها حلوه النهارده. ايه هي الحلوه دي؟ هي في يعني احنا عندنا في البلد اسمها العزيزيه، معرفش في البلاد التانية اسمها ايه، بس هي معروفه العزيزيه البورسعيدي. هي اصلا بورسعيدي بس حلوه جدا جدا. جربوها. هو حلي ساقع بس النتيجه بتاعته ناجحه جدا ومقاديره بسيطه قوي قوي بس نتيجته حلوه. بصوا انا جبت المكرونه كده، نص كوبايه مكرونه، سلقتها سلقه كويسه وحطيتها في الخلاط وحطيت عليها لبن وضربتها وبقت زي ما انتم شايفين كده زي العصير. دي الاضافه دي من عندي، انا حبيت ان انا احط عليها جوز هند. مش حابين تحطوا جوز هند حاجه ترجع لكم. في نفس الوقت هنا هبتدي بقى اللي انا اقلبها وارفعها على النار. وبعد ما هقلبها وارفع على النار انا جبت كوبايه حطيت فيها شويه ميه او ممكن شويه لبن، ونحط فيها معلقتين نشا. العزيزية دي بتبقى بتتاكل كده باردة ساقعة يعني. انا النهاردة عملتها ان انا هعملها كده بعد ما احطها على النار ان النشا بتاعها يستوى وتتقل. هبتدي ان انا احطها في صواني وادخلها الفرن. هي عموما بتتخبز في الفرن يعني، هي بطريقتها كده. بس انا هاجي مرة تانية هعملها لكم ان شاء الله. هعملها بس مش هخبزها في الفرن، وهزود لها اضافة تانية هتخليها برضو طعم تاني خالص. مش هنسبق الاحداث دلوقتي، خلينا في العزيزية دلوقتي وطريقتها. وبعدين المرة الجاية لما اعملها هعملها من غير ما ادخلها الفرن، مش هتبقى مخبوزة، وهحط فيها اضافة تانية هتبقى برضو ليها طعم تاني وهتبقى النتيجة بتاعتها انا عارفة ومتأكدة ان هي تطلع حلوة قوي. احنا مع بعض هنجرب ان شاء الله. بس النهاردة انا حبيت ان انا اجيلكوا كده بالعزيزية. في ناس كتيرة معرفش عارفاها وفي ناس لا. والناس اللي ما تعرفهاش ما تقولش ايه مكرونة دي، يعني ايه مكرونة بجد حقيقي هي مش طعم المكرونة خالص. هي طعم حاجة عاملة زي ما تكون المهلبية كده طعمها حلو، عاملة زي ما تكون رز بلبن مطحون. طعم الرز بلبن يعني حاجة طعمها حلو قوي. جربوها مش هتندموا، والله ما هتندموا يعني. وطعم المكرونة مش بيبان فيها نهائي نهائي. وغير كده وكده بصوا بتدينا كمية حلوة، غير مثلا الرز بنحتاج رز كتير والرز بقى غالي دلوقتي. فدي برضو من ضمن الحاجات الموفرة ان احنا هنعمل حاجة مش مكلفة كتير. وممكن تحطوا، مش شرط تحطوا مثلا لبن كيلو لبن، او ممكن تحطوا نص لبن ونص مية. فما بتقولش لا في اي حاجة يعني. دي الميزة فيها. هنا كده وهبتدي بقى اللي انا ارفعها على النار. وبعد ما حطيت النشا وجوز الهند وطبعا السكر واللبن ضربهم مع المكرونه في الخلاط، هنا خلاص السمك بتاعها هو بيتقل. هبتدي ان انا اول بس ما احس ان النشا استوى، ان هي بدات ان هي بس تدي غليان كده وتقلت معايا زي اكننا الرز بلبن كده، هطفي عليها على طول. مش هطول عليها كتير عشان ما يعني ما تتقلش زياده عن اللزوم. بصوا بقى قبل ما نفضيها في الصينيه لازم نحط الاول سمنه ندهنها في الصينيه، عشان احنا لو حطينا العزيزيه كده على طول ودخلناها الفرن، انتوا عارفين اي اللبن اول ما بيشم النار او بيشم درجه حراره عاليه بيتحرق على طول، ولو اتحرق هيشيط هيبقى طعمه مش حلو. فلازم ان احنا نحط الاول الماده الدهنيه دي بحيث ان هي تعمل عازل شويه لحد لما العزيزيه بتاعتنا تاخد الوش بتاعها.
وتاخد اللون بتاعها. وانتوا طبعا تخلوا سمكها في الصينية تخين شوية، لان هي لما بتخش الفرن انتوا عارفين ان اللبن بيتبخر فبترفع تاني، فانتوا حاولوا ان انتوا تعرضوا شوية في الصينية عشان ما تطلعش رفيعة قوي وتتحرق او تنشف. هنا خلاص بعد ما طفيت عليها تقلت معايا وطفيت عليها، هبتدي بقى احط كده شويه فانيليا يدوها ريحه كويسه. اللي مش حابب يحط الفانيليا حاجه ترجع له، بس الفانيليا بتديها ريحه حلوه قوي. هنا خلاص تقلت معايا والفانيليا كده هتدي ريحه. هبتدي بقى اللي انا افضيها في الصواني بتاعتي وبعدين ادخلها الفرن. ممكن تولعوا الفرن من فوق بس الافضل ان انتوا تخلوها تولعوا كمان من تحت، بحيث ان هي ايه تمسك نفسها شويه، رغم ان هي كده كده هتمسك خلاص. انتوا حتى لو حطيتوها كده في التلاجة من غير ما تدخلوها الفرن برضو هتمسك، لان انتوا النشا وهي اصلا المكرونه فيها نشويات فهتمسك، يعني مش محتاجه ان احنا نحطها في الفرن. بس هي العزيزيه اصلها ان هي تكون مخبوزه في الفرن. دلوقتي بقى هبتدي ان انا كده ادهن الصينيه بتاعتي. انا في الوقت ده بدهن الصينيه بتاعتي، وهبتدي ان انا افضي فيها بقى العزيزيه بتاعتنا اللي احنا عملناها. هفضيهم انا الكميه اللي عندي هفضيها على صينيتين. انتوا لو بتعملوا كميه صغيره حطوها في صينيه واحده، هحطهم كده. هنا بقى هبتدي كده افضي في الصواني بتاعتي. زي ما قلت لكم اهم حاجه ندهن الصينيه بتاعتنا اي ماده دهنيه، بحيث ان هي اللبن ما يتحرقش بسرعه. وهنبتدي كده بقى نفضي كده. هفضي هنا نص الخليط وفي الصينيه التانية نص الخليط. وزي ما قلت لكم السمك بتاعها خليتها يعني تخينه شويه، انا لسه هزود عليها بحيث ان هي لما تخش الفرن اللبن بيتبخر فما تبقاش رفيعه قوي وتتحرق مننا. وهتشوفوا شكلها دلوقتي اول ما بتطلع من الفرن. بجد النتيجة بتاعتها كانت هايلة وطعمها حلو قوي. هي كده بصوا انا لسه هدخلها الفرن. هنا بقى اول ما طلعت من الفرن انا بقى لازم طبعا دي بتتاكل سخنة، بتتاكل قصدي باردة، فهحطها في التلاجة. هنا طبعا انا لازم ادوقها. لقيت النتيجة بتاعتها هايلة قوي. هبتدي بقى اللي انا اقطعها كده مربعات، وهفضي كده لكل واحد قطعة. يعني لو عندكم ضيوف وحطيتوا لكل واحد قطعة هتبقى حلوة جدا. طعمها حلو، تحسوا ان انتوا كده في الحر ده بتاكلوا حاجة كده حلي ساقع طعمه حلو كده محلي بيبرد على القلب. مش باينه نهائي ان هي مكرونه. جربوها مش هتندموا. ما تقولوش للناس دي ايه قبل ما يدوقوها، عشان كل اللي بيعرف ان دي مكرونه ممكن ما ياكلهاش، لكن لما يدوقها الوضع هيختلف معاه. زي ما انتوا شايفين بصوا كريمي ازاي، وطعمها في الحقيقه حلوه. جربوها مش هتندموا. استنوا الفيديو الجاي. مع السلامه.